تخيل معايا، كل سنة بتجيلك أرباح وانت قاعد مكانك بدون شغل أو مجهود. كأن عندك عقار متأجر بيجيلك الإيجار بتاعه لحد عندك كل شهر، ومن غير ما تشتري ولا تبيع ولا سهم. ده مش خيال ولا حلم، دي شركات حقيقية في البورصة المصرية بتوزع أرباح منتظمة، وتقدر تضمن بيها دخل ثابت وانت نايم. عايز تعرف مين هي الشركات دي وازاي تحولها لمصدر دخل آمن ومتزايد ومستمر ليك؟ تابع الفيديو ده للآخر. اتفقنا قبل كده انك لما تشتري اسهم شركة انت بتكون شريك في الشركة دي، ليك نصيب في الارباح وليك صوت في الجمعية العمومية ليها بنسبة نصيبك في الشركة. واتفقنا برضو ان الشركات المدرجة في البورصة كمؤسسة بيكون اهم هدف ليها هو تحقيق الربح، والربح بيتحسب للشركة ككل بكل المساهمين اللي فيها لكل عدد الاسهم، وبيتقسم صافي الارباح السنوية على عدد الاسهم بتاعة الشركة دي. يعني مثلا لو الشركة كسبت في سنة 2024 صافي ربح قدره 10 مليار جنيه، وقررت توزيع الأرباح دي كلها على الأسهم، وكان عدد الأسهم في الشركة دي مليار سهم مثلا، كده كل سهم نصيبه من الربح 10 جنيه. يعني اللي معاه 1000 سهم نصيبه هيكون 10,000 جنيه، واللي معاه مليون سهم هيكون نصيبه 10 مليون جنيه، وهكذا. والأرباح دي بتكون أهم عائد من عوائد الاستثمار للمستثمر طويل الأجل اللي بيعتبرها دخل سلبي بدون ما يشتغل، يعني دخل مقابل الفلوس اللي دخل بيها شريك في الشركة واشترى جزء من الأسهم بتاعتها. وهنا بيكون ليه مطلق الحرية إنه ياخدها ويسحبها كعائد، أو إنه يعيد استثمارها عشان يزود العائد أكتر في التوزيع اللي جاي بناء على قاعدة العائد المركب، ويقدر يحسب بناء عليها نسبة العائد ده كام عشان يشوف العائد على الاستثمار هنا كان كويس ولا لأ، وهل لو في بدائل استثمارية تانية كان ايه الأحسن ليه. وبيسهل الاختيار ليه بعد كده انه يختار ويحسن توزيعه للمحفظة الاستثمارية بتاعته، ويحسب تكلفة الفرصة البديلة للاختيار ده. ندخل بقى على أهم شركات بتوزع أرباح سنوية بصفة منتظمة. وكون إن الشركة بتوزع أرباح معنى كده إن الشركة دي قوية وثابتة وناجحة في إدارة أموال المستثمرين لتحقيق أكبر عائد. وفي تنويه هنا إن بعض الشركات بتوزع الأرباح بتاعتها على المساهمين عبارة عن أسهم مجانية مش فلوس، يعني بيكون لكل 5 أسهم مثلا سهم إضافي مجاني. يعني لو كان عندك 1000 سهم وقت استحقاق التوزيع، عدد الأسهم بتاعتك بيكون 1200 سهم بعد التوزيع، يعني نسبة أكبر في الشركة اللي شاري سهمها. نيجي للسؤال الأهم بعد كده، إزاي نختار الشركات دي؟ من خلال موقع انفستنج، هسيب لك الرابط بتاعه في صندوق الوصف، وممكن من خلال تطبيق ثاندر. هتلاقي هنا تبويب اسمه استكشف، ومنه هتختار قوائم ثاندر، وبعد كده الموزعون. هتلاقي هنا كل الشركات اللي بتوزع أرباح، بس أنا هشتغل على موقع انفستنج وهتعرف ليه دلوقتي. أول ما بندخل بنختار ماسح الأسهم، والأداة دي بتسهل لك عملية اختيار الأسهم والمقارنة ما بينها بناء على المعايير أو الاشتراطات اللي بتختارها. بنحدد الأول السوق اللي هنشتغل فيه. أنا هنا هختار سوق مصر عشان يجيب لنا كل الأسهم المدرجة في البورصة المصرية، وهنختار من عائد توزيع الأرباح عائد مرتفع أو مرتفع جدا. وممكن طبعا هنا نزود عدد الفلاتر ونزود المعطيات بتاعتنا ونضيق عملية البحث أكتر علشان نوصل لأنسب وأفضل نتيجة ممكنة بكل سهولة. المهم نرجع لاختيارنا. هيجيب لي هنا الشركات اللي بتوزع أرباح كويسة عشان نختار منها الأسهم، ومتقسمين ومتصنفين للقطاعات وللصناعات المختلفة زي المواد الأساسية والأغذية والكيماويات والإنشاء والشؤون المالية أو الخدمات المصرفية زي البنوك. أول سهم معانا هو سهم موبيكو، سعره حاليا 42 جنيه 75 قرش، ومقرر الربحية بتاعه 95. ومعنى كلمة مقرر الربحية هو سعر السهم على الربح السنوي ليه، بمعنى السهم ده بنسبة ربحيته الحالية هيحتاج وقت قد ايه عشان يجيب تمنه الحالي اللي هو 42 جنيه 75 قرش، وفي الحالة دي هو 5.9، يعني 6 سنين تقريبا، بافتراض طبعا ثبات العوامل التانية زي سعر السهم وثبات الربح بتاع السهم. نبص كده على السهم بشكل سريع. في آخر سنة هنلاقي السهم كان سعره أعلى من كده ونزل، وأقل نقطة وصلها كان 37 جنيه ونص، والمحللين بتوع الموقع مستهدفين السهم على 46 جنيه بمعدل ارتفاع حوالي 8%. آخر توزيع أرباح للسهم ده كان 5 جنيه 75 قرش أو 13.5% من سعر السهم الحالي. فهناخد السهم ده كده نحطه على جنب علشان ندخله معانا المرحلة اللي جاية
بتاعة التحليل المالي عشان نشوف وضع الشركة، والتحليل الفني عشان نشوف أنسب سعر للشراء. ونشوف السهم اللي بعده، مصر الجديدة للإسكان والتعمير في قطاع الإنشاء. نبص عليه كده، نفس القصة. نشوف مقرر الربحية هنا بيقولك المحللين بيتوقعوا نمو كبير في سعر السهم بزيادة 123%. ولو بصينا كده على شكل المؤشر في السريع على آخر سنة، هنلاقي السهم طالع نازل، وحاليا هو عالي شوية. آخر توزيع أرباح للسهم كان جنيه 34 قرش بنسبة 12.5% من سعره الحالي. هناخده برضو جنب السهم اللي اخترناه في الأول اللي هو موبيكو، ونكمل تاني. قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، مقرر الربحية بتاعه أعلى شوية. ممكن نعديه ده عشان أنا بحب الشركات اللي أصولها عبارة عن حاجات ملموسة، أراضي، مصانع، عربيات، مواد خام وكده. ناخد سهم الدلتا للسكر في المواد الغذائية، مقرر الربحية هنا 6.3، سعره حاليا 48 جنيه 37 قرش. ندخل كده. بص هنا هوريك حاجة، المحللين الفنيين بيقولك بيع، ولو بصيت على شكل المؤشر هتلاقيه نازل. وفي نفس الوقت المحللين الماليين بيقولك اشتري السهم ده، السهم متوقع يزيد 80% ويوصل 68 جنيه 80 قرش. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ابيع السهم ولا اشتريه؟ كل ده احنا شرحناه في الفيديو بتاع التحليل المالي والتحليل الفني، لازم تشوفه. واختصارا كده، المضارب قصير الأجل بيشتغل على شكل المؤشر والتحليل الفني، والمستثمر طويل الأجل بيشتغل على التحليل المالي وأرباح الشركة وفرصها للنمو والتوسع. ففي حالة الدلتا للسكر، احنا هنا ممكن نستنى عليه شوية ينزل تاني، أو نشتري على مراحل عشان نظبط أقل سعر بالمتوسطات اللي هنعملها بالشراء على أجزاء. آخر توزيع ليه كان 5 جنيه، وده نسبة حوالي 10% من سعر السهم الحالي. هناخد برضو السهم ده معانا، السهم ده المحبب إلى قلبي، أكتر سهم كسبت منه في البورصة لحد دلوقتي، اللي هو مطاحن وسط وغرب الدلتا. سعره الحالي 300 جنيه، واخر توزيع ارباح ليه كان 36 جنيه بنسبة 12% من سعره الحالي. وطبعا السهم ده تحديدا بقاله فترة سعره بيزيد وتوزيعه للارباح بيزيد. كده انت فهمت الطريقة او المبدأ اللي بناء عليه بنختار السهم، وبتقدر تختار السهم وتقارن وتشوف انسب 3 أو 5 اسهم وتدخل فيهم بناء على تحليلك انت. بكرر تحليلك انت الشخصي، ما تاخدش توصية شراء او بيع من حد الا لما تراجعها بنفسك. يعني اي سهم حد رشحه ليك لازم يعدي على مرحلة التحليل، سواء تحليل مالي او فني، والاحسن الاتنين مع بعض عشان تقرر تدخل في انهي سهم فيهم، وتقرر النسبة بتاعت كل سهم. وفي نصيحة هنا انك تشتري على مراحل مش مرة واحدة، وتخلي دايما معاك سيولة لو اي سهم من الاسهم دي نزلت تشتري عشان تعمل متوسطات سعرية كويسة. لان خلي بالك المكسب الصح في الشراء مش في البيع. ومش عاوزك تعقد الامور، حتى لو اشتريت بسعر اعلى شوية ممكن تشوف الفيديو ده، شرحت فيه استراتيجية حلوة قوي وهتساعدك جدا وتخفف عليك الضغط في التداول. لان اهم حاجة عندك في الشغل في البورصة هي التحكم في نفسيتك في التداول. لو عجبك الفيديو ده اعمل لايك، ولو حابب النوع ده من المحتوى اعمل اشتراك في القناة، وقولي في الكومنتات ايه الاسهم اللي بتوزع ارباح سنوية ناوي تشتريها.